في مدينة الحسينية بالشرقية الصدفة لعبت دورها وهم بيحفروا علشان خاطر يبنوا نادي رياضي. لقوا كنز أثري عبارة عن تمثال ضخم وزنه بيوصل لحوالي 6 طن، أما طوله بقى فبيوصل لحوالي 2 متر فاصلة 20. التمثال للأسف ناقص الجزء السفلي منه اللي هما الرجلين والقاعدة، لكن هيبته لسه موجودة. الخبراء في منطقة آثار الشرقية بدأوا فورا يرمموا التمثال ويدرسوا النقوش اللي عليه. التوقعات الأولية بتقول إن التمثال ده يخص الملك رمسيس الثاني، وكان واقف مع واحد من الآلهة في مجموعة ثلاثية، وده ستايل مشهور جدا لرمسيس علشان خاطر يأكد علاقته بالآلهة. المفاجأة إن التمثال ده غالبا مهجر، يعني اتنقل في العصور القديمة من مدينة بره رمسيس لمنطقة تل فرعون اللي هي قيمت قديما، وده علشان خاطر يستخدموه في المجمعات الدينية هناك. لكن خليني أقولك إن دلوقتي التمثال موجود في مخازن صان الحجر تحت رعاية المرممين علشان خاطر يرجع لمعانه، ونعرف عنه تفاصيل أكتر في كشف جديد بيثبت إن أرض الشرقية لسه مليانة أسرار من أيام الدولة الحديثة.